تفتح عينيك على ساحة مليئة بالأصوات، نقاشات حادة، عقول تتصارع بدل السيوف. أنت الآن في اليونان القديمة، لكن هنا الخطر ليس في القتال، بل في الفكرة التي تقولها. كلمة واحدة قد ترفعك أو تدمر حياتك. تمشي بين الناس في أثينا، ترى رجالا يقفون ويتجادلون بلا خوف، لأن العقل هنا هو السلاح الحقيقي. تقترب، تستمع، ثم تدرك. إن لم تتكلم فأنت لا شيء، وإن تكلمت يجب أن تكون مستعداً للدفاع عن كل حرف. ترفع رأسك، تسمع باسم سقراط يتردد، رجل لم يحمل سيفاً، لكنه هز عقول مدينة كاملة. يسأل، يشكك، يرفض أن يقبل أي شيء دون فهم. وهنا تصدمك الحقيقة. أخطر إنسان ليس من يملك القوة، بل من يطرح الأسئلة. تبدأ أنت أيضاً تسأل، تناقش، تعترض. بعضهم يعجب بك، وبعضهم يراك خطراً، لأن الأفكار هنا ليست لعبة، بل تهديد حقيقي. كل فكرة جديدة قد تهز النظام كله. وهنا تتعلم أن الحقيقة ليست دائماً مرحباً بها. تشتد النقاشات، الأصوات ترتفع، البعض يحاول إسكاتك لأنك اقتربت أكثر من اللازم. وهنا يأتي الاختبار. هل تتراجع لتحمي نفسك، أم تستمر وتدفع الثمن؟ لأن الفيلسوف الحقيقي لا يبيع فكرته خوفاً. تمر الأيام وتفهم اللعبة. كيف تتحدث، كيف تقنع، كيف تجعل الناس يفكرون بدل أن يهاجموا. لأن القوة هنا ليست في الصراخ، بل في المنطق. وفي النهاية، نعم، نجحت. نعم، أصبحت صوتاً يسمع. نعم، أثرت في عقول من حولك، لأنك فهمت السر. من يغير طريقة تفكير الناس يغير العالم، حتى لو لم يحمل سيفاً يوماً.